الحرب الرومان والداشيين، الطليان اللي بيقسم جيشه لثلاث أقسام، ويتحركوا الثلاثة من ممرات جبال زي ممر البرج الأحمر وممر البوابات الحديدية، ويقابلوا بعض قبل عاصمة داشيا ب20,000 كيلومتر، والعاصمة اسمها سارميزيكيتوسا. بس الداشيين بيهجموا على مقاطعة مويسا الرومانية، بس ماكسيموس حاكم المقاطعة بيطردهم من هناك وبيسر أخت الملك، وده اللي خلاه يستسلم للحرب بمعاهدة سلام من الرومان، وشروطها إن هم يسلموا الآلات الرومانية اللي هم أخدوها، ويطردوا الرومان اللي في جيشهم، ويدمروا قلاع الداشير، ويتنازل عن الأراضي اللي حوالين نهر الدانوب، ويرجع طريان روما ويلقبوا مجلس الشيوخ بداشيكوس اللي هو قاهر داشيا. وبيبدأ أبونا مشروع أوستيا ومشروع بروتوس اللي المهندسين بيبدأوا يمسحوا الأراضي. المشروع دوت هيربط مصر بروما بشمال أفريقيا عشان تأمين القمح. ومش بس كده، ده يبني جسر على فوق نهر الدانوب، وده كان أكبر جسر قوسي في التاريخ ساعتها، واستخدامه كان طبعا للحرب، مش استخدام يعني الناس تمشي عليه. ونروح للصين اللي فيها مصايب بتحصل. الإمبراطورية يين بتتعزل بسبب اتهامها بالسحر الأسود ضد ضراتها والستات اللي حوالين الإمبراطور، وتتنفى وتنتحر أو تتعدم من الإمبراطور هي وناس من عائلتها، ويبقى مكانها الإمبراطورة دينج سوي. وبس كده، سلام.